سيد رئيس، أولا شكرا على تضامن مكتب المجلس. سيد رئيس الحكومة، حزب الاشتراكي الموحد يؤكد على علاقة النهوض بالمنظومة الصحية والنهوض بمنظومة التعليم العمومي والبحث العلمي، ولهذا نسائلكم في 6 نقط بعجالة. أولا، حول إشكالية الخصاص في الأطر كما وكيفا، لأن الاستثمار في العقول أولا أطباء وأساتذة لسد الخصاص الذي يقدر ب100,000 في كلا القطاعين. وحنا كنقولوا الدولة كتقول ما كاينش الفلوس، حنا كنقولوا 10% من الاستثمار العمومي اللي هو 335 مليار ديال الدرهم يمكن يحل المشكل. نبنيو الكليات ديال الطب ونزيدوا للأساتذة 5000 درهم ويتحل هذا المشكل. ثانيا، حصيلة تعميم التغطية الصحية 1,400,000 تقصاو من الرامي للامو، و6 مليون الحرفيين حتى هما ما استفدوش. الخلاصة هي أن اتساع دائرة الفقر واتساع الفوارق كتطلب نظام ديال التغطية الشاملة الكونية ممول من الضرائب والكل واستفيد. ثم نسائلكم سيد الرئيس الحكومة، بالفعل هل تم بيع لي سي اتش وكراؤها في إطار الخصصة المقنعة لفينانسمون إينوفون بدون العودة للبرلمان؟ ثم أخيرا، مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة في الصفقات التي يشوبها فساد. وشكرا.